مرت عصور وأزمنة على عبادة الأوثان، ومرت قرون وحضارات على عبادة الفرد، لكن تلك العبادة عادت مع عودة الأنظمة الدكتاتورية قبل نصف قرن، حين امتلأت الشوارع بصور الحاكم المقدس. ليست هذه صور مرشح للرئاسة أو لعضوية مجلس الشعب، وليست هذه جزءا من حملة انتخابية تخالف هذه النبرة التخوينية الجازمة ما جاء في الشرائع والأديان السماوية. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهل يقبل الرأي الواحد المنزه عن الخطأ في نظام عبادة الفرد بهذه الوسطية وقبول الآخر التي أقرتها جميع الأديان السماوية، حيث جاء في الإنجيل المقدس: إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. وحيث يؤكد القرآن الكريم: لو شئنا لجعلناكم أمة واحدة. كما أن الكثير من آيات القرآن الكريم تركت مجالا رحبا لتعدد الآراء والاجتهادات. تساؤلات تطرح نفسها اليوم بقوة أمام خطاب إلغائي. ثمة من يرى أنه يعمق الأزمة، لكن آخرين يرون أن هذا الخطاب يكرس آلية تفكير لدى نظام سياسي التي آمنت بالتوحيد والتعدد، وبحق البشر في أن يختاروا طريقا وسطا يوصلهم إلى الحرية ويعيد لهم ما فقدوه من كرامة على مدى سنوات طويلة من طغيان ثقافة الولاء والخوف وتكريس أوثان السياسة والحكم. يحكى أنه في بلاد من بلاد الله ورث رجل عن أبيه قوما اتخذوا له من أسماء الله الحسنى اسما، ولولا بيان الرسالة لنادوه بلفظ الجلالة، لكنهم من فرط الجهالة نعتوه بصاحب الجلالة. ولما سمعوا أن لله تعالى عرشا بنوا له قصورا ورفعوا له عرشا. وقد أتى على هؤلاء زمان يركعون فيه لغير الله، تصطف جموع علية القوم في لباس الصلاة كأن على رؤوسهم طير الفلاة، يصرخ المأموم بالهتاف والسلام ويردده الهاتفون في هيام، ثم يركع الراكعون للإمام، حتى أنه في يوم من الأيام غفل غلام وفد عن ركعة الختام، وبعد أخذ وعطاء في الكلام أفتى عالم السلطان الهمام بسجدتين للسهو قبل السلام، ثم يجلد الوفد ويقطع رأس الغلام. وفي 20 من ربيع الأزمان خرج بعض الأحرار من الشبان، وهذا بعض ما كتبوه في بيان: يا معاشر الراكعين لغير الله، لا جلد في السهو عندنا، ولا يجلد ظلما شعبنا. إمامنا أحفظنا، أعلمنا وأصلحنا، سيدنا خادمنا، نختاره منا ونعزله متى شئنا. أرضنا ملكنا ومالنا رزقنا، لا فرق بيننا، وإن اختلفت ألواننا وأطيافنا وأفكارنا نولي من يختاره شعبنا، ونحاسبه فيما ولي فينا. الحرية لكل من في أرضنا، والكرامة لشعبنا. يا معاشر الراكعين لغير الله،
لا تركعوا بعد اليوم باسمنا، فنحن لا نركع إلا لربنا. هذا ما توافقت عليه الأقلام، والسلام مسك الختام.